السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن خشوي. الحقيقة بعد ما نشرت التطبيق بتاع تفسير القرآن الكريم بصوت الشيخ المرحوم محمد طارق الشعراوي، فجي طلب من بعض الناس إن احنا نخلي الابليكيشن يبقى بورتريه، يعني شكل صفحة المصحف تبقى بالطول كده زي ما حضراتكم شايفين، وموجود نفس الأوبشن اللي كان موجود برضو، إنك لو دوست على الآية هيجي صوت التفسير. وبرضه في خاصية البحث، يعني مثلا الآية 50، لو دوست على الآية 50. وفي خاصية البحث الكلمة أو لفظ الجلالة، هيجيب لك عدد الآيات اللي مذكور فيها لفظ الجلالة الله 131 آية، وهم ورا بعضهم. لو عملت كده سكرول ممكن برضو تجيب تفسير أي آية منهم. والخروج من الأيقونة اللي هنا دي بتاعة الخروج. ولو برضو شغلت تاني وعايز تخلي التفسير يبتدي من أول آية لحد الآخر، فبتدوس على اللوجو بتاع القرآن الكريم ده، هيبتدي يعرض من أول آية رقم 1 لحد آخر آية في سورة آل عمران، آية رقم 200 ورا بعضهم، كل ما تخلص آية تكمل اللي بعدها. وربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتي. ولو أي حد عنده تعديل أو إضافة يرسلني، وإن شاء الله بالعالمين هنواصل التطوير لحد ما يطلع البرنامج في أحسن صورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.